السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة رمضان جاي لكم النهاردة بحلقة ازاي تعرف البيت بتاعك مخصب ولا لأ، او بمعنى اللي هو البيضة دي هتنتج معاك وتطلع زغلول ولا لأ، وهي بايظة ولا شغالة. تمام، فالحاجات دي كلها هنعرفها. اولا في حمام ما بيخصبش خالص زي الدكر ده. هوريكم برضو معلش الدكر ده، معلش ثانية. الدكر ده من سبب ان جناحه مكسور ده ما بيخصبش البيت بتاعه، كل النتاية بتاعته ما بيض، البيت بتاعه بيكون بايظ. تمام، فانا مخليه حضان المراسلات ده اهو، ذكر بسم الله ما شاء الله عليه، وقفته بكل حاجه. تمام، هندخله. نيجي بقى لموضوع البيض. ازاي تعرف من كشاف الموبايل بس البيض ده شغال ولا لا، وبتقعد قد ايه لحد ما تتاكد ان البيض ده شغال ولا لا؟ تمام، اول حاجه انت لما تلاقي بيضه زي كده في قلب الحضان، في قلب القص بتاعك راقدين عليه، دي تترمي. يعني بصوا، حتى لما اجي احطها على الكشاف، بص دي خلاص دي تترمي كلها بيضة. تمام، دي تترمي، وبالذات لما تلاقي حاجة زي كده خلاص دي باظت كده، دي نرميها دلوقتي. تمام، جيت بقى للقص الشقلباز دول. بصوا هفهمكم بقى ازاي تعرفوا البيض شغال معاكوا ولا لا. تمام، فاحنا اهم طلعنا البيضتين. تمام، هناخد بيضة منهم. بصوا برضو مش باينة قوي، مش عارف برضو اوضحها. هي المهم بصوا، والله برضو ما باين اهي. تمام، لما تلاقي فيها عروق وحاجات زي كده اهي، الصورة اوضح. تمام، دي البيضة دي كده زي الفل، دي شغالة معاك، بتقعد عليها 5 ايام. الحمام باض، عشان تعرف بس، معلش عشان نسيت اقول المعلومة دي. الحمام باض اهو 5 ايام عشان تتأكد ان البيض ده شغال ولا لأ. بتمسك الكشاف الموبايل تنوره، تمام، وتروح عامل كده اهو، كده البيضة دي شغالة وزي الفل معانا. تمام، نيجي بقى للبيضة دي، شايفين ايه؟ ايه رأيكم؟ ما فيهاش اي حاجة. دي يبقى كده دي بايظة، دي كده بايظة. تمام، تعالى بالليل احسن حاجة عشان تتأكد احسن. تمام، اللي انت تعمل كده وتقرب الكشاف بتاعك، هتلاقيها شغالة دي معاك. اما من سبب البيضة بيضة كده، كده البيضة دي مش شغالة. وهي البيضتين جنبيك اهم، البيضة اللي هي المكسورة دي بتاعت النتاية الوحش، والذكر الاسود. تمام، ودي بيضة الشقلباز. فبصوا انا هقول لكم دلوقتي تعملوا بهم ايه. دي تعملوا بهم حاجة حلوة اوي. هم البيضتين يا جدعان قدامكم اهو، شايفين ايه؟ البيضتين اعملوا كده، خبطت نقول شكرا. دي بس معلومة حبيت بس ألوق عليها. خلاص دول كده يا جدعان مالهمش أي لازمة معاكوا ولا أي حاجة. خلاص البيضة اللي شغالة أهي، نأكد عليها تاني أهي. البيضة اللي شغالة أهي، نمسكها نحطها تحت القص بتوعنا. ودي يا جدعان الحاجة الوحيدة اللي بتبين البيض بتاعك شغال ولا لأ، من سبب كشاف الموبايل. تمام، كشاف الموبايل بتمسكه تحط تحت فوقيه البيضة. لو طلع فيها رو وكلام زي كده بعد 5 ايام بعد ما النتاية ترقد عليها، خلاص ان البيضة دي شغالة وزي الفل. مش شغالة ما فيهاش كلام زي كده، وبيضة سادة بس معاك في قلب الكشاف، خلاص دي يا جدعان باظت وارموها، ملهاش اي لازمة معاكم. تمام، فخلاص الاصل دول مش راقدين غير على بيضة واحدة اهي. طلعهم برضو اهي، خلاص دي النتاية اللي راقدة بس. دي معلومة يا جدعان حبيت بس انبه عليها، اللي هي خلاص كده طالما البيضة ما فيهاش اي حاجة من العروق ولا الكلام زي كده، خلاص دي يا جدعان ملهاش اي لازمة وارموها. انا حتى حبيت برضو ارميها قدامكم عشان اثبت لكم يا جدعان اللي انا فعلا اللي انا خلاص دي مش هعمل بيها حاجة وكده. ممكن تبوظ وتبوظ البيضة اللي جنبها. دي لو عفنت وجت على البيضة التانية ممكن تبوظ، فدي برضو مشكلة ممكن تقابلكم. فدي يا جدعان
اللي يلاقي حاجه زي كده معاه يرميها، ولو البيضه اتكسرت وهي في اول ايامها او كده، خلاص دي يا جدعان تترمي، خلاص دي كده تترمي. تمام، ماشي. يا رب بس يكون المعلومه برضو وصلتكم، وصلت صح. اتمنى اللي مشتركش في القناه يشترك وتدعمونا عشان نكمل اكتر ان شاء الله. شكرا.